السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. وحشتونا من الفيديو اللي فات. بص يا بنات، البسبوسه كده مرمله كده وحاجه زي العسل. بسم الله ما شاء الله عليها. اقول لكم ايه سبب الترميل بتاعتها دي؟ ومش كابسه كده ومعجنه، لا، زي ما انتوا دوكوا شايفين، مرمله ترميله ما شاء الله، احلى من اللي بنشتريها من بره، ومستويه زي ما انتوا كده شايفين، لونها جميل ما شاء الله، والطعم والله العظيم حكايه. هنسمي الله وهنصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. واقول لكم عملناها ايه، واقول لكم المقادير. ده نص كيلو دقيق من البسبوسه، ده نص كيلو، عليها ربع كوبايه من السكر، معادل 3 معالق من معالق الاكل اللي احنا بناكلهم. يبقى نص كيلو من البسبوسة عليهم ربع كوباية من السكر، السكر بتاع الشاي العادي جدا جدا، اللهم صل على النبي. وعليهم معلقة كبيرة من البيكنج باودر، يعني مش هنحط كتير، مش هنحط الكيس كله. بصوا يا بنات اهو الحتة شايفين اهو، معلقة شاي حلوة، يعني معلقة شاي حلوة. في ناس بتقول لا ما بنحطش للبسبوسة بيكنج باودر، لا يا بنات بتبقى كبسة. البيكنج باودر بيخليها كده هشة وحلوة. وهنحط لها كوباية سمنة بس مش ملانة قوي، انا حاطة كوباية سمنة على زبدة، مسيحة سمنة على زبدة، ولو عندك سمنة بلدي يكون افضل. انا مخلطاها سمنة اللي هي بتاعت العلب دي، وسمنه من اللي هي الزبده اللي هي اللي احنا بنشتريها، الزبده الصفراء. اما لو عندك سمنه بلدي بتبقى احلى واجمل. يا اما تحطي لها الماده الدهنيه حلوه كده وتشبعيها ماده دهنيه، وما تعمجينيش فيها كتير، بتطلع كده مفرفره وحلوه زي العسل. احنا هنفضل نخلط كده في الدقيق بتاع البسبوسة مع السمنة مع البيكنج باودر لحد الدقيق كله ما يتخلط بالسمنة ويبقى عامل زي الرملة. بعد كده يا بنات هضيف علبتين من الزبادي. هنضيف ايه؟ علبتين من الزبادي. لو ما عندكيش زبادي ممكن تحطي لبن. بصي يا بنات اهم علبتين من الزبادي زي ما انتوا كده شايفين. الزبادي بيديها طراوه وبيديها هشاشه كده وبيخليها حلوه خالص ما شاء الله. لو ما عندكيش زبادي حطي لبن، لو ما عندكيش ولا ده ولا ده حطي ميه. بس احنا بنعلي من القيمه الغذائيه بتاعتها، لان احنا بناكله، احنا اللي بناكله احنا واولادنا في البيت، محدش بياكل معانا. بس لو وصلت لحد هنا كده في الفيديو عجبتكم البسبوسه بتاعتنا، ما تنسوناش بلايك واشتراك في القناه. بصوا يا بنات كده احنا بس هنخلطها خلط كده، انا مش هعجن بايدي زي كله بالسباتوله كده، وهعملها خلطها كله كده. بصوا يا بنات اهي كده بس كده، مش هنكتر فيها عشان ما تربيش عرج معانا، عشان كتر العجين فيها بيربي عرج. وبعد كده يا بنات دهنين الصينيه دهنه زبده او سمنه، وهننزل بالخليط زي ما انتم شايفين. وطبعا واحنا بنعمل كده شغلنا الفرن، والفرن سخنه هندخلها فيها. بس هنفرد كده البسبوسه في الصينيه، عجينه البسبوسه هفردها كده، انا ايدي مش هتلمس، انا كله هعمل بالمعلقه والسباتوله زي ما انتم كده شايفين. وما نعجنش فيها كتير يا بنات عشان ما تربيش عرق، لان البسبوسه لما تعجني فيها كتير بتربي عرق. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنسويها كده يا بنات، كده كده البسبوسه حتى لو ما سويتهاش زي الناس في الفرن كده مع النار بتسيح كده وبتستوي مع نفسها، بس احنا بنسوي زي ما انتم شايفين يا بنات. بصوا انا ما حطيتلهاش اي اضافات تاني غير هحط لها السوداني على الوش. لو عندك سوداني، عندك لوز، عندك فستق، عندك يعني الجمل، الحاجه الموجود عندك، ما عندكيش حاجه خالص اعمليها ساده. انا عملت صينيه اللهم صل على النبي بالسوداني، رصيت فيها سوداني كده، وصينيه عملتها ساده خالص هتشوفوها مع اخر الفيديو كده، ما صورناها كده من ورا الكاميرا، تحفه ما شاء الله عليهم هما الاثنين يا بنات. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بصوا يا بنات احنا هنسويها كده بالظهر المعلقه. بصوا يا بنات كده هنسويها زي ما انتوا كده ايه شايفين بظهر المعلقه، زي ما انتوا كده ايه شايفين. بس يا بنات سهله سهله جدا جدا، سهله وبسيطه وارخص من اللي بتشتريها. ده الطبق بتجيبيه طبق صغير خالص، والله الطبق بيقطع لك بالشيل الفلاني، بيقطع بمبلغ وقدره. احنا كده نعملها كده في البيت تبقى ايه توفير معانا يا بنات، والاولاد ياكلوا كده، وحاجه نظيفه وحاجه عارفه انت حاطه لها ايه ما شاء الله عليها زي ما انتم كده شايفين.
طالعه جميله جميله ما شاء الله، طالعه اللون والطعم حكايه زي ما انتوا كده ايه شايفين اهو. بصوا يا بنات هنخبطها كده خبطتين كده اهوتي على الترابيزه عشان تستوي. خبطناها خبطتين عشان تستوي. بعد كده هنحط لها ايه السوداني اهو كده. بصوا زي ما انتوا كده ايه شايفين اهو. الرص كده رصه كده واحده جنب واحده كده مش خلي شكلها حلو، والسوداني يتحمص معاها وهي بتستوي كده بيبقى طعمها حكايه. ممكن تحطي جوز الهندي معاها، ممكن تحطي سوداني مجروش برضو في قلبها زي ما تحبي تعمليها. ممكن لو عندك مكسرات من رمضان تحطي فيها برضو بتبقى جميله جدا جدا ما شاء الله عليها. يعني البسبوسه من الاكلات اللي الاولاد بيحبوها اهو. بصوا يا بنات احنا كده هنرص كده السوداني زي ما انتوا كده شايفين اهو. يعني عندي السوداني ده من رمضان فايه حطيها رصه فيه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هو السوداني ده رفيع شويه، مش السودانيه اللي هي الكبيره، بس حلوه قضت الغرض جميل ما شاء الله عليه اهو زي ما انتوا كده شايفين. هنرصها كلها كده يا بنات هتدينا الشكل التحفه ده ما شاء الله كده زي ما انتوا كده شايفين تحفه ما شاء الله. الف هنا وشفا للي ياكل واللي شاف. بصوا اهو هنحطها بقى في الفرن وهنعمل الشربات مع بعض بتاعها. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بالله عليكم ما تنسونا بلايك واشتراك في القناه، خلي الفيديو يترفع. بصوا يا بنات تحفه ما شاء الله عليها تتاكل نيه والله العظيم. طبعا احنا مسخنين الفرن هنحطها في الفرن وهنعمل الشربات بتاعها عشان لازم البسبوسه تبقى سخنه والشربات يبقى دافي او سخن وتتزاج البسبوسه عشان تديك الطراوه والهشاشه كده. احنا حطينا كوبايتين من السكر، هنحط كوبايتين من الميه، هنحط عصره ليمونه وهنحطهم على البوتاجاز. بصوا يا بنات هي عصره ليمونه واحده كده بس هي بسيطه. ممكن نرمي القشرايه معاها كده الليمونه معاها ونحطها على النار. هيغلوا كده غلوتين 3 كده لمده 3-4 دقايق وهنيجي ايه منزلينهم من على النار. الشربات سخن والبسبوسه سخنه. بصوا يا بنات بتشرب ازاي، بتشربها. بصوا شايفين من نجاح البسبوسه ان تشرب الشربات كده بسرعه زي ما انتوا كده شايفين ما شاء الله ما شاء الله عليها. تغطيها كده تاخد تشرب باقي الشربات وترد كده مع نفسيها تديك الطراوه تديك الهشاشه تديك الترميله بتاعتها تبقى حاجه تحفه ما شاء الله. الله اكبر عليها. زي ما انتوا كده شايفين البسبوسه تحفه تحفه ما شاء الله، ما بيتتش فيها ولا حته ما شاء الله عليها من حلاوتها يا بنات. ليه؟ لان طعمها حكايه حكايه والله العظيم زي العسل زي ما انتوا كده شايفين. شايفين الجمال. هنقطع كده ونطلع ونوريكم. بصوا شايفين طريه ازاي، طريه. الزبده اللي انا حطاها فيها مديها طعم السمنه البلدي كده مخليها تحفه، مخليها طعمها حلو خالص ما شاء الله عليها. بصوا يا بنات بصوا شايفين ما شاء الله. انا يعني مش كل ما اطلع حته والله العظيم كل ما بطلع حته الاولاد بياخدوها مش مستنيين حتى لما اوريكم الترميله بتاعتها، بس هوريكم دلوقتي برضو. بصوا تحفه ما شاء الله زي ما انتوا كده ايه شايفين. انا بصور بايد وبطلع بايد عشان كده ايه مش عارفه اطلع. بصوا تحفه ما شاء الله. هوريكم الترميله بتاعتها والهشاشه بتاعتها حاجه كده تحفه الله اكبر عليها زي ما انتوا كده شايفين. بصوا هنطلع كمان القطعه دي ما شاء الله. بصوا الصينيه الله اكبر. بصوا يعني يا الله اكبر بالف هنا وشفا. بصوا الترميله بتاعتها. بصوا يا بنات بصوا الترميله شايفين. بصوا الترميله بتاعتها شايفين طريه وهشه ازاي الله اكبر عليها. بصوا وادي التانية الصينيه التانية. بصوا يا بنات تحفه ما شاء الله. هقطع حته وهوريكم برضو. دي انا عاملاها الصينيه دي صغيره فعاملاها سميكه شويه عن الصينيه التانية وعاملاها ما حطش فيها ولا سوداني ما حطش فيها سوداني، عملتها كده ساده زي ما انتوا كده شايفين. بس برضو طالعه تحفه تحفه حكايه والله العظيم شاف حكايه. هطلع لكم كده في الطبق ولا على الشياله دي كده اوريكم. بصوا سميكه وحلوه وطريه كده وهشه وزي العسل. بصوا السمك بتاعها دي لو عايزاها مرتفعه زي دي حطها في صينيه صغيره ملمومه، لو عايزاها تكون رقيقه زي الصينيه الاولانيه حطها في الصينيه ده.